يا ربي لك الحمد، لك الحمد ولك الشكر. ما أعظمك، ما أرحمك، لك الحمد يا الله. يا الله لك الحمد، لك الحمد لك الشكر يا ربي، لك الحمد لك الشكر يا الله، لك الحمد، لك الحمد لك الشكر يا الله يا ربي، لك الحمد يا الله، لك الحمد لك الشكر يا ربي يا الله. وأنت مالك تشتي تبيعه؟ باصك حالي ونظيف. يا أخي ما عاد اشتي شلبس، ضبحت أنا، ضبحت منه، ما عبش خراج، كلها لا ديون، ديون على الفاضي. خلاص تمام، عاد أبصر لك. بس يا منعى في أقرب وقت، أنا علي ديون للناس واعد لهم لآخر الشهر. سابر، عاد أدي جهدي. كم تشتي فيه من الآخر؟ اوف يا ربي، كيف اسوي؟ ما جايبه انشر التاير الا هنا. حلقت والتلفون والكل طافي، حلقت على راس اشياء انهار. اذا الحين لا تلفون اتصل بي ولا بمخلوق هنا يساعدني، كيف شو اسوي؟ أهلا يا أسامة. شكلك مرزوق يا ولد، وحظك حالي قوي. خير بشر. أمس رسلت صور الباص حقاك لواحد صاحبي بسلم مشتري، وقال بيشتريه هو. أمانة؟ أيوة، وبالسعر الذي نشتيه. لك الحمد يا ربي. هيا اقطب وجيب بسرعة علشان نتم البيع والشراء، المشتري عايزيه الآن. يلا يلا الآن، مسافة الطريق وأنا عندك. وأنا منتظر لك، لا تتأخر. مع السلامة. يلا تمام. الحمد لله. نص ساعة واقفة هنا ولا جت سيارة في هذا الشارع. هذا صورة الشارع، شارع الأموات. خير يا أختي مالش؟ يا أخي التاير سيارتي مبنشر، ما بش أنا من يساعدني. ممكن تنزل تساعدني تغير لي التاير؟ ابشري ابشري ولا يهمش على طول. وإذا أنت مشغل يا أخي ولا شي لي جوالك اتصل منه، لأن تلفوني ضعفي، اتصل بي ولا أحد يجي يساعدني. لا لا الله المستعان على طول، الآن أجي أنا بلبس وأجي غيره. صبر صبر، تسلم. خلاص جاهز يا أختي، تقدري تمشي الآن. تسلم تسلم، الله يحفظك يا أخي. ما بش حاجة يا أختي، ما في عنا شي وهذا واجبنا. لحظة لحظة يا أخي، دقيقة. ايش في؟ ايش هذا؟ هذا تعبك حقك. الله المستعان، لا والله ما اخذ ريال. يا أخي ليش تحلف؟ أنا أخرتك وتعبتك وشغلتك معي، وهذا تعبك، لو عادك تشتي بس توفي لك. امسك. اللي فعلته هذا واجبي يا أختي، لا هي خدمة ولا فضل مني، وزي زي إنسان باي يشوفك باي يفعل نفس الحركة. خذي الفلوس والله ما ريال. طيب تسلم يا أخي، ومشكور ألف شكر. الله يسلمش، أنا بمشي في أمان الله. ها يا أخي لحظة لحظة لو سمحت. ما عاد باقي ايش تشتي. يا أخي ممكن رقمك لو احتجنا مشوار ولا أي شيء؟ طيب اوكي، سجلي الرقم عندك. يا أخي بنقول لك من أول تلفوني طافي، ممكن تسجل لي في ورقة؟ اوه صح ذكرت. طيب بس ثواني اجيب الورقة والقلم واسجله واجيب. يلا منتظر لك. تفضلي يا أختي، وأي حاجة أنا تحت الخدمة. تسلم تسلم يا أخي. ها أسامة. وين أنت يا شيخ؟ مالك ما بترد على التلفون؟ والله يا أخي إن التلفون كان فوق الباص وأنا كنت نازل. ما بتفعل نازل، أنا قلت لك المشتري عايزي، ما أخرك. يا أخي وأنا ماشي في الخط حصلت بنت وهي مبنشره، فقلت أفعل فيها خير وأغير لها الاستبني حقها. ها قلت لي بنت بنشرت سيارتها، هو مش شو عملك؟ عمل الخرفنة. يا أسامة ايش من خرفنة يا أخي، البنت هذا مكلفنا كلنا. تخيل أختك في نفس الموقف وتلفونها طافي والسيارة معطلة وما بش من يساعدها، ترضى أنها تجلس في الشارع؟ ناهي يا أخي، بس أنت داري إن معنا عمل مهم. يا أخي هذا عمل إنساني، والرجال هذا يصبر ماشي الله معه. الضبح ورحلة، ما بالله ذا الحين ندور لك مشتري ثاني.
ما بش نصيب يا أخي. الحمد لله على كل حال، لعل في ذلك خير. سابر خاطرك. أيوة لحسد عقلك البنت، جلست تصلح سيارتها وطيرت المشتري على ميدها. يا مرها الله يحفظش، ما يصبرش إني أخلي البنت وحدها في الشارع وأنا أمشي. صرت تساعدها وطيرت المشتري على ميدها. يا مرها الله يحفظش، هذا موقف إنساني، ما يصبر أخليها في الخط وأنا أمشي. أيوة فلتها هذه اللي ما تستحي، ما صدق نفسه وقفته، فعل الخير صار يساعد. لو هي واحد من مكالفي واحد يساعدها نفس الموقف اللي فعلتني بتروح فوق راسي. المكلف مكلف الجميع يا مره. وش ما توقف واحد غيرك؟ ما وقفتك إلا أنت. بين أقول ليش الخط فاضي ما بش حد، أنت بتفهمي. ليش أو انقرضوا الناس؟ ما عشت إلا أنت، شكل البنت حالية إلا حالية وعجبتك صح؟ ماشي، ما عجبتنيش. ما خلتك تضيع المشتري لأنها عجبتك. أنتوا الرجال خونة، ما يملى عينكم للتراب. يا مر صلي على النبي، يا مر صلي. يا مر والله ما غير قلت افعل خير، والله ما يا مر والله ما غير غيرت التير، ما فعلت حاجة. خلي صاحبة السيارة تنفعك يا صاحب المواقف الإنسانية. حسبي الله ونعم الوكيل. سامحنا يا أخي حين احتجزنا. الله المستعان يا أخي، هذا واجبي. المهم الحين يقول لي كيف حالة أخوك؟ الحمد لله حياة أخي مستقرة بفضل الله ثم فضلك الذي زعفته. تأكدنا من الكاميرات التي في الشارع وشفنا أن ما لك دخل في الموضوع وأنك زعفت أخي بكل شجاعة. طيب عرفتوا لي فعل هذا الفعل؟ أيوة عرفناهم، هم ناس بينهم مشاكل هو أخي على الأرض. وسكتهم طيب؟ ماشي وين بيهربوا؟ لو يسيروا خلف الأرض لا ننتهوا. سابر يا أخي الله يعينكم، الحين أقدر أمشي لي أنا. عادي بعد تقدر تمشي، بس يا أخي جيب لي اسمك الرباعي ورقمك، يا أخي شرفت معرفتك. وأنا كمان لي الشرف والله. طيب أسجل عندك. سافر يا أخي ونسامحنا. يا رجال ما بشي الله يسامحك، والله الله يشفي أخوك وأنا بقوم أمشي لي. سافر يا أخي جي خلي لك البصمة خلاص. لديك حوالة؟ من رسل لي حوالة؟ أخي أصيل معاك سليم أخو أبو رياض اللي زعفتك، تحولت لك مبلغ بسيط مش بقدرك، روح استلمها. قلت بين أقول من عيرسل لي حوالة. ما بش داعي يا أخي، الله يحفظك، ما فعلنا شي. سابر تسلم يا أخي، الله يحفظك. السلام عليكم. شوف لي هذا الحوالة لو سمحت. يا أخي لو سمحت كم المبلغ؟ المبلغ مليون. كم؟ مليون ريال يمني. يا أخي تأكد يمكن هذا الحوالة مشي حقي حق واحد ثاني. يا أخي حقك أنت تصل حميد السواري. أيوه هاني. خلاص هذه تبعك.
لو سمحت لاقت سحبة دقيقة بس اتأكد وارجع. قال لك مليون عيش. ايوه اخي يا سيد. يا اخي سليم شكلك غلطت بالحوالة اللي حولت لي. ليش مالها؟ يا اخي رسلت لي مليون، شكلك غلطت وزي الثلاث اصفار. اول التلفون حقك علق ورسل اصفر من عنده. لا يا اخي انا ما غلطت، انا رسلت لك مليون. ليش يا غالي هذا كثر قوي والله. يا اخي اسحبها عادي والله. لا يا اخي انت استهلكت هذا لان انت قلت اخي والحمد لله الحال مستور. سابر تسلم يا اخي الله يحفظك ويشفي اخوك ابو ريال. تسلم ما تقصر. الله معك. خلاص يا اخي استلم الحوالي. شفتي يا مركب ربي عوضنا بدال 150,000 مليون. القصة ما قد دخلت راسي. قل لي من فين جبت الزلط؟ ما فهمت. كان معي صفقة حشيش هربتها وحصلت الفلوس. قال لي الله من عدد دي مليون. من اين انتهيت الزلط؟ هيا قدب قد لقينا لك مشتري ثاني ماذا الحين، لا تتأخرش نفس المرة الأولى وبعدين الزبون يرحله. يلا مع السلامة. الله يرزقه ويوفقه، الله يفرج همه ويدينا الذي في نفسه، الله يستره ويجير وجهه من النار. من هذا يا عم اللي بدي له؟ امان اني حسدت على كثرة الدعاء اللي بدي له. يا ولدي، هذا ملاك أرسله ربي في يوم أسأل الله ألا يعيد علينا ولا يخلينا نحتاج لحد غيره. من هو هذا وايش عمل لك؟ يا ولدي قبل 4 أيام الساعة 9 في الليل وأنا في البيت وأولادي ما فيش معهم حق العشاء. ماما ها قلبي أنا جاوع. اصبري يا بنتي، لو ما يدي لنا الله أكل. الحين ما تفعل يا علي، البنت حنين رقدت جاوعة ومرم جاوعة وأحمد جاوع وصاحب البيت يشتري إيجار، كيف تفعل يا رجال؟ يا رب، يا الله، يا فرد، يا صمد، اقض حاجتي وفرج همي ولا تكلني لأحد من خلقك ولا تجعلني أمد يدي إلى أحد من عبادك يا رب العالمين. يا الله، أنت عالم إنه ما في معي حاجة في البيت وأولادي ناموا جايعين ما فيش معهم حق العشاء وصاحب البيت يشتري إيجار، فاكفيني بحلالك عن حرامك وبرحمتك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب. من وما قدرت أمسك نفسي من الفرحة. سبحان ربي ما أكرمه، استجب لدعوتي وصاحب الخير من ذلك اليوم وأنا بندعي له في كل لحظة وكل ثانية الله يفرج همه ويقضي حاجته. يا أخي كلنا مساكين وبسردني بنجح في الزلط. طبر زلط يا الصدق أنا مضايق. ناهي اصبر علي، والله ماجد ما أكل العيال، حانب بأكلهم. يا أخي أكلهم تراب وأنا محلاك معك مهلي يومي. ماشي شاخر رجال لك شارع، ماشي شاخر رجال لك شارع. يا أخي أكلهم تراب وأنا محلاك.
معك مهلة يومين. خير خير حاضر. أنا يومين وراجع لك خاطرك. معك مهلة يومين. ماشي عشان خرج جدتك لك شارع. يا مرة خذ دينا 250,000. ليش أديها؟ أشديها لواحد خير. منك صدق ولا بتمزح؟ إلا كلمي الصدق، أصلا سمعت واحد بالصدفة وهو بيكلم صاحب البيت اللي هو مستأجر عنده، أيوة. وصاحب البيت بيصيح فوق يشتي إيجاره، والمستأجر بيقول له إن ما بيسمع إلا زلط وعيال رقدوا بغير عشي. أمان إنه قطع قلبي. إحنا بندور ما نفعل فيه نحن خير. أنا جبت لك الذهب عشان تصير تبيعه وتسدد فيه ديونك، مش عشان تصير تفعل به خير. سال يا مره، عند الله ما يضيع أي خير. طيب ما اختلفناش، ما قلنا شيء، بس عايجي صاحبك يشتي زلطة أنت قلت له لآخر الشهر، صح؟ هو يشتي زلطة عاد باقي لآخر الشهر الأسبوع. وبعدها قد بابي على الباص ودي الزاد حق صاحبي وارد ذهبش. طيب إذا ما بتاع الباص كيف هتفعل؟ وثقي برب العالمين يا مره، وعند الله ما يضيع أي خير. خلينا نفرج هم الرجال المسكن هذا، والله يفرج همنا. أنت خبر سد أنت ونفسك. يا مره إحنا في خير، أنا قادر أبيع على البص وخارج نفسي، أما الرجال المسكين هذا يا رحمة من الله، عيال بغير عشاء، والله إنه حرام. هي قومي تزلط. هذا الذي حصل يا ولدي، ومن دعا الله ما خاب. اي والله، وفاعل الخير هذا الله يكتب أجره يا رب، وأنت الله يوفقك ويرزقك. هياك هنزلني هنا. أنا طول يا عم. بارك الله فيك يا ولدي. لا والله ما تدي ريال. للما يا ولدي، هذا حسابك وبعدين طالب الله. لا والله ما تدي ريال، أصلا أنا وصلتك على طريقي لأني كنت ماشي وحصلتك بالصدفة. يا ابني لا تفتكر ان انا حكيت لك قصتي عشان توصلني بلاش، لا والله، بس من شان افضفض لك ما في نفسي. الله المستعان يا عم، ولا تفكر ولا تشيل في بالك هم، الله يكون في عونك. الله يقضي حاجتك ويفتح عليك، انت فاعل الخير، الله يسعدكم جميعا. آمين آمين يا رب. هيا كان خاطركم. ها أسامة. يا وين أنت يا أخي؟ اسمع يا أسامة، أنا خلص ما عاد شابع الباص. أنا ما هو يا أصيل، إحنا من العاب، يوم بتقول لي أتبيع ويوم ماشي. يا أخي الباص هذا رزقي، والحمد لله قد فرجت علي. اتصل للمشتري واعتذر منه، أنا ما عاد شابع الباص. أنت عجنني، الله يخارجني من حقك التصانيف، خاطرك يا أخي. حياك الله يا أخي إياه، والمعذرة على تأخير الفلوس حقك، بس الحمد لله قد هي جاهزة، لكن مش هقوم أديها لك الآن. لا يا أصيل، أنا ما جيت أكلمك علشان الفلوس، أنا جيت أكلمك عن موضوع ثاني. خير، إيش الموضوع؟ حبيت أشكرك يا أصيل من أعماق قلبي على الموقف اللي فعلته مع أختي. أي موقف مع أختك؟ البنت الذي بنشر عليها تاير حق السيارة وأنت ساعدتها وما رضيت تشيل منها فلوس. أيوة صح يا أختك. أيوة هي أختي، أول ما وصلت البيت كلمتني بالموقف اللي فعلته لها وقالت إني شلت رقمك. أيوة. أول ما اديت لي الرقم كتبت في جوالي طلع باسمك. تسلم يا أخي ما قصرت. ولو يا أخي هذا واجبي، وبعدين أي واحد شافها في نفس الموقف بيفعل معاه اللي فعلت أنا، لأن المرة هي مكلفنا كلنا. والنعم بك يا أخي. ما فعلنا شيء يا أخي، الحين خليني أقوم أدي لك الزاد قبل ما أنساها. اسمع يا أخي، والله العظيم وحرام من مرتي ما تدير أن المبلغ لك. الله المستعان يا أخي، ليش تحرم؟ والله أن الوضع سبر عندي والحمد لله فرجت زودك دي جاهزة. والله أني لك بطيبة نفس، والله ما تدير يا. الله يسامحك يا أخي، والله لو ما كان حرمت إنك كان باتش لها بالغصب. سهل ما بش حاجة تكلف، يا هنا قلبك. وصاحب الخير من ذلك اليوم وأنا بندعي له في كل لحظة وكل ثانية، الله يفرج همه ويقضي حاجته. وثقي برب العالمين يا مان، وعند الله ما يضيع أي خير. خلينا نفرج هم الرجال المسكين هذا، والله يفرج.